بيان إلى الرأي العام للإعلان عن حملة دعم وحدات حماية المرأة يابجي أن الدفاع المشروع عن النفس وعن المجتمع في مواجهة الإرهاب والعنف المنظم هو حق تكفله القوانين والمواثيق الدولية استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف والقرار 1325 وقانون الأمم المتحدة حول الأمن والسلام، ولا سيما عندما تكون النساء والأطفال هم الهدف الأول للقتل والاختطاف والتهجير والاستعباد. لقد شهدت سوريا خلال السنوات الماضية جرائم واسعة ارتكبتها التنظيمات الإرهابية بحق المدنيين، حيث تعرضت النساء لأبشع أشكال العنف والانتهاك، وتعرض الأطفال والنساء لكافة أشكال الانتهاكات، الأمر الذي فرض على المجتمع مسؤولية الدفاع عن نفسه وعن الفئات الأكثر عرضة للخطر. وفي ظل هذه الظروف برزت الحاجة إلى قوى قادرة على حماية النساء والأطفال والمجتمع وعلى مواجهة الإرهاب الذي استهدف الإنسان وكرامته وحقه في الحياة. ومن هذا المنطلق تشكلت وحدات حماية المرأة. لقد أثبتت وحدات حماية المرأة يابجي منذ تأسيسها في روجافا أنها القوة الأكثر كفاءة والرمز الأسمى لتنظيم المرأة في عموم سوريا. شكلت وحدات حماية المرأة خلال السنوات الماضية إحدى أبرز القوى التي تصدت للإرهاب، وقدمت نموذجا استثنائيا في الدفاع عن الإنسان والكرامة والحرية. لقد كانت يابجي في الصفوف الأولى في مواجهة تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة، وساهمت بصورة مباشرة في حماية المدنيين وإنقاذ آلاف النساء والأطفال والدفاع عن المجتمعات المحلية بمختلف مكوناتها. لقد دفعت المقاتلات في هذه الوحدات ثمنا باهظا من أجل حماية المجتمع السوري والإنسانية جمعاء، وقدمت الشهيدات والجرحى في معارك الدفاع عن المدن والقرى وفي مواجهة الإرهاب الذي استهدف النساء قبل غيرهن. ولم يكن هذه الوحدات عسكريا فقط، بل شكلت أيضا قوى أخلاقية ومجتمعية ساهمت في حماية النساء من العنف والتطرف، ورسخت قيم المشاركة والمساواة والعدالة. أن وجود وحدات حماية المرأة داخل الجيش يعد ضمانا لالتزام الجيش بمبادئه في قدرته على الدفاع عن السلم الأهلي، عن السلم والأمان. فهذه الوحدات تمثل بوصلته الأخلاقية المرتبطة بعقلية تتجاوز إنكار الآخر والمتجذرة في أفكار تقدمية. وجود المرأة في الجيش له مهام دفاعية وفي ذات الوقت مهام نضالية في تغيير الذهنية التي ترفض إرادة النساء وحقوقها. وأن الحفاظ على خصوصية هذه الوحدات كقوة نسائية متخصصة يشكل ضرورة وطنية لما تمثله من خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب وحماية النساء والمشاركة في حفظ الأمن والاستقرار، ويضمن الاعتراف بدورها تاريخيا وتضحياتها. إننا في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في روجافا نعلن إطلاق حملة دعم لوحدة حماية المرأة تحت شعار كلنا يابجي يابجي تمثلنا، ونطالب بما يلي: الاعتراف بوحدات حماية المرأة يابجي كقوة مسلحة نظامية ضمن وزارة الدفاع السورية، الحفاظ على هيكلية وحدة حماية المرأة كجزء لا يتجزأ من منظومة الدفاع السورية الخاصة بمناطق روجافا، حماية وتثبيت مكتسبات المرأة في روجافا والتي جعلت من المرأة الكردية والسورية نموذجا يحتذى به في المنطقة والعالم، اطلاق سراح المعتقلات وتسليم جنازات الشهيدات والكشف عن مصير النساء المفقودات والمغيبات. نطالب التحالف الدولي والقوى الفاعلة لدعم إشراك وحدات حماية المرأة في هيكلية وزارة الدفاع السورية، استنادا إلى أن الإعلان الدستوري السوري لا يتضمن نصا يحصر الخدمة العسكرية بالرجال، فإن ذلك يتيح المجال لتعزيز مشاركة النساء في المؤسسات العسكرية والأمنية، وعليه نؤكد على أهمية ضمان دور المرأة وتنظيم مشاركتها، بما في ذلك ضمن تشكيلات نسائية خاصة مثل وحدات حماية المرأة يابجي، بما ينسجم مع مبادئ المساواة وعدم التمييز. ندعو كافة الحركات والتنظيمات النسائية والقوى الديمقراطية والرأي العام في كردستان والعالم إلى دعم حملتنا والوقوف إلى جانب وحدات حماية المرأة يابجي التي أصبحت رمزا للمقاومة والدفاع عن حرية المرأة وتحقيق السلام والديمقراطية. كما ندعو جميع وسائل الإعلام الدولية دعم هذه الحملة باعتبارها
السورية. وحدات حماية المرأة ليست مجرد مقاتلات، بل هن حاملات راية الحرية والمساواة، وأن دمجها في الجيش السوري خطوة ضرورية لتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي راكمتها المقاتلات خلال سنوات الحرب، وبناء مؤسسة دفاع وطنية تعكس تنوع المجتمع السوري وتضحيات أبنائه وبناته. عاشت وحدات حماية المرأة رمزا للكرامة والنضال، المجد والخلود للشهيدات. تحت شعار كلنا يبجي يبجي تمثلنا، الإعلان عن الحملة يوم الأحد 26/4/2026 بقراءة بيان باللغات الثلاث الكردية العربية السريانية، الأنشطة والفعاليات، كتابة رسائل مفتوحة إلى المنظمات والحركات النسائية، عقد جلسات نقاش عبر الإنترنت عبر تطبيق زوم، تنظيم حفلات موسيقية خاصة لدعم الحملة في الغرب وخارجه، وإنشاء معارض صور للمقاتلات وتقديم عروض مسرحية في الشوارع، تنظيم فعاليات دينية ومعتقداتية للحملة، إصدار بيان مشترك لأمهات السلام والشهداء والمقاتلات، وإقامة فعالية خاصة، تنظيم حلقات نقاش منتديات مع محاميين حول أهمية وحدات حماية المرأة يبجي وقبول الجانب القانوني منها، ومع أكاديميين ضمن البرامج الجامعية. تعقد حلقات نقاش حول الاندماج وكيفية دمج وحدات حماية المرأة يبجي، إعداد ملفات حول جرائم الحرب، تفعيل منصة وحدة حماية المرأة الكردية لكردستان، مسيرة وفعاليات في سنجار لدعم وحدات حماية المرأة يبجي، اجتماع قيادة وحدات حماية المرأة يبجي ووحدات حماية الشعب يبجي على منصة واحدة، تنظيم مسيرات لدعم وحدات حماية المرأة يبجي، اجتماعات مع منظمات وحركات نسائية على الدول التي لديها جيوش رسمية، إصدار بيان دعم لوحدات حماية المرأة يبجي على النساء الأرمنيات والآشوريات، أيضا إعلان التزامهن بالحملة.